في حقيقة ممكن تكون صدمة شوية عن الفشل، حقيقة أغلبنا معرفهاش، وهي إن الفشل ده ممكن وبكل بساطة يكون أكبر نعمة في حياة أي حد فينا. والحقيقة اللي ممكن تصدم أكتر هي إن أي حد فينا مؤمن إن الفشل ده حاجة وحشة، فده معناه إنه غالبا تم خداعه لسنين طويلة. في الدقايق اللي جاية دي إحنا هنكشف الخدعة دي، بس مش بكلام تحفيزي وخلاص، لأ، هنكشفها من خلال 4 زوايا مختلفة تماماً، 4 زوايا هتغير مفهومنا عن الموضوع ده للأبد. هنشوف الموضوع بعين المدرب اللي فاهم كويس قوي إن الألم هو أساس البناء، وبعين المعلم اللي عارف إن الغلط هو طريق التعلم، وكمان بعين العالم اللي كشف لنا سر تفاعل المخ مع الأخطاء، وفي الآخر بعين الفيلسوف اللي شايف الصورة الكاملة للرحلة كلها. طيب خلينا نبدأ من أكتر مكان واضح فيه إن الألم بيساوي نمو، وهو الجيم. تخيلوا معايا كده، لو حد داخل الجيم وشايل وزن خفيف ومريح، هل عضلاته هتكبر؟ مستحيل. العضلة بتنمو إمتى؟ بتنمو بس لما بتوصل لآخر عدة، للحظة اللي بنسميها الفشل العضلي، اللحظة اللي الجسم فيها حرفياً بيصرخ مش قادر أكمل. هي دي بالظبط اللحظة اللي النمو الحقيقي بيبدأ فيها. فالسؤال هنا، ليه في حياتنا بنبقى عايزين نكبر وإحنا مرتاحين؟ ليه مستنيين النجاح يجيلنا من غير ألم؟ الفشل مش نهاية الطريق يا جماعة، الفشل هو التمرين نفسه، هو بالظبط الوزن التقيل اللي بيهدم القديم علشان يبني اللي أقوى منه.